إدارة الزمالك بطيئة. الزمالك راح معسكر خارجي في الامارات وده شيء رائع وما شفناهوش من سنين في الزمالك، ولكن تعالوا نشوف كده مع بعض هو ايه فائدة اصلا المعسكر الخارجي. اول حاجة وهي استفادة مالية، وده اللي استفاد منه الزمالك بشكل كبير، لان الزمالك ما صرفش اي حاجة على المعسكر وكمان خد فلوس للمشاركة في بطولتين وديتين، ودي حاجة رائعة من الادارة. والاستفادة التانية هي استفادة فنية، وهي ان المدير الفني يعرف اللعيبة تكتيكه ويشربهم افكاره. ولكن ادارة الزمالك قررت انها تسافر بالمدير الفني المؤقت وهو كابتن معتمد جمال، وهو اول مرة يكون مدير فني الفريق وطول عمره مدرب مساعد. ولكن مش دي بس الفكرة، لو كابتن معتمد جمال هو اللي هيكمل لنهاية الموسم فده شيء كويس، ولكن الفكرة ان هو تخطيطهم ان هم يجيبوا مدير فني اجنبي، ومن اللي بنسمعه ان المدير الفني الاجنبي هيجي بعد ما الزمالك يعود من الامارات. فلو فكرنا هنا ثانية، الزمالك استفاد ايه من انه يسافر؟ والزمالك استفاد ايه من ال3 شهور اللي ضاعوا من ساعة ما اسوريو ساب الفريق؟ 3 شهور كانوا كويسين جدا ان المدير الفني الجديد يعرف اللعيبة تكتيكه ويتعود على الفرق. ولو فعلا ادارة الزمالك تعاقدت مع مدير فني اجنبي